السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الحلقة 189 من مسلسلكم المفضل التاريخي، مسلسل المؤسس عثمان. رسميا شاهدتموها عبر قناتنا. نحلل لكم الأحداث. بداية نبدأ بمصير حليمة. كما ظهرت في الحلقة، حليمة بالفعل وقعت من الجرف، ولكن لما وقعت يعني وقعت في بركة مائية، فسيقوم عثمان وبالا بمراقبة أو تتبع أثر حليمة، وسيجدونها مرمية تحت النهر، وسينقذوها وستحول إلى القبيلة، وسيجتمع عثمان بابنته مجددا. من جهة أخرى، فاطمة وقعت في فخ كلاوديوس في الغابة، ووقعت في حفرة كبيرة، فمن سيكون منقذ فاطمة؟ فعثمان دائما لما حصل أو لما حليمة جاءت مع عثمان، ها هي الآن فاطمة تغيب عن عثمان. فعثمان يعني حظه سيء، لما يجتمع مع ابنته تذهب الأخرى. فعثمان سيحاول إنقاذ فاطمة، وكذلك بما أنه أنقذ بوينة أو حليمة، فإن شاء الله سيجتمع في القريب العاجل بعائلته إن شاء الله. من جهة أخرى، تستمر العداوة بين علاء الدين وأورهان. صراحة أنا أؤيد هذه العداوة، أضافت نوعا من التشويق في مسلسل المؤسس عثمان، وأضافت نوعا من التشويق في السيناريو، ونتمنى أن يواصل بوزداغ مثل هذه السيناريوهات التي تعطي طابعا تشويقيا لمسلسل المؤسس عثمان، بما أنه المسلسل تبقى له 5 إلى 4 حلقات أو 5 إلى 6 حلقات لينتهي رسميا. وبوزداغ حدد يوم 6 يونيو، أي يوم 6 من الشهر القادم، يوقف مسلسل المؤسس عثمان، ولن تروه مرة أخرى إلا بعد 4 أشهر، حيث ذكرت بعض المصادر رسميا أن مسلسل المؤسس عثمان سيتجدد لموسم سابع، وسيواصل بوزداغ بنفس يعني كيف نقول بنفس الطاقم وبنفس الممثلين مع بعض التغييرات. فقلت لكم أن مسلسل المؤسس عثمان مستمر معنا بإذن الله تعالى. كيف لا، وهو أفضل مسلسل تاريخي على الإطلاق. نعود لتحليل الأحداث أو أحداث الحلقة 189 الجارية حاليا. أتمنى أن تكون أعجبتكم الحلقة. اكتبوا لنا في التعليقات تقييمكم للحلقة من 10. قلت لكم أن بوزداغ سيسعى لتحسين الكتابة وتحسين السيناريو في آخر الحلقات، بما أنه الموسم لم يتبقى له الكثير. فعلى بوزداغ أن يستعين بإنجين آلتان، اللي هو كاتب المسلسل أرطغرل الذي عاد في آخر الحلقات، عاد لكي يكتب الحلقات الجديدة، الحلقة 190 والحلقة 191 و92، والمسلسل سينتهي عند الحلقة 195. فمن جهة أخرى كذلك نتحدث عن الأعداء كلاوديوس، الذي قالوا أو على حسب الأخبار مسربة أنه سيكمل هذه الحلقات الأخيرة، وسينتهي دوره رسميا في آخر الحلقات. والآن أعزائي المشاهدين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم المقطع ضعوا لايك لهذا الفيديو واشتراك في القناة. نتمنى أن يكون أعجبكم المقطع. شكرا لكم وعلى إصغائكم. السلام عليكم.